السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طريقه الطاجن اللي هو بيبقى عند بتاع الكشري اللي بتحبوه جدا، طاجن المكرونه باللحمه المفرومه. عايزين كده نص كيلو لحمه مفرومه او كيلو على حسب ما انت هتعملي كام طاجن يعني. وعايزه بصلتين كبار مقطعهم صغير كده بس مش مبشورين عشان انا مش عايزه اللحمه يبقى فيها ميه خالص يعني. وعايزه كمان فص ثوم، وعايزه كمان قرنين فلفل كده، لو كنتوا حابينه حامي براحتكم، برضو عادي براحتكم ان انتوا حابين تحطوه. وعايزه كده زي ما انتم شايفين كيلو مكرونه او كيلو الا ربع، عشان انا هعمل 4 طواجن صغيرين وواحد وسط. نفس النوع ده او الملكه، اي حاجه زي ما انتوا حابين، بس النوع ده والملكه حلو جدا. كده زي ما انتم شايفين هنجيب طاسه نحط فيها شويه زيت. لو اللحمه فيها يعني حته دسمه شويه حط، يعني ما تحطوش سمنه، ما فيهاش حطوا معلقه سمنه مع الزيت. لازم الزيت يبقى سخن خالص عشان انزل باللحمه تاخد صدمه عليه، عشان ما تنزلش ميتها، يعني مش عايزه ميه تبقى في اللحمه. كده الزيت سخن زي ما انتم شايفين، هننزل باللحمه بسم الله. كده مش هنقلبها، هنسيبها تاخد صدمه كده حوالي دقيقتين وبعد كده نقلبها. كده غيرت لونها من الطاسه، كده بقى هنقلبها. دلوقتي بقى هنحط التوابل، نقلب بقى كده زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى هنحط التوابل. دلوقتي هنحط فلفل اسمر كده زي ما انتم شايفين، هنزل بالفلفل الاسمر كده عشان يخلي ريحتها جميله جدا. هنزل كمان بمعلقه كزبره ناشفه، كمان هنزل ببشره جوز الطيب كده بتخلي طعمها تحفه بصراحه. ننزل كمان بربع معلقه قرفه، ربع معلقه كمان بابريكا، نحط كمان ربع معلقه كمون، دي ربع معلقه كمون، وكمان معلقه صغيره من البهارات اللي هي 7 حبات. فيها كمان هيل اللي هو الحبهان، بجد ريحتها تحفه. دلوقتي بقى بصي مفيش ميه نزلتها كده. كده هننزل بقى دلوقتي بالبصل، كده هنزل بالبصل زي ما انتم شايفين. هنقلب كويس. كده زي ما انتم شايفين، بصوا بجد يعني طعمها تحفه، يا ريت تجربوها، ريحتها بجد رائعه. دلوقتي بقى ننزل بالفصين الثوم كده زي ما احنا شايفين، عشان بيديها ريحه حلوه بصراحه. طبعا حد يسالني طبعا ما نزلتش بكل المكونات او المقادير كلها على بعض ليه. طبعا بصوا انتوا شايفين في ميه ولا حاجه نزلت منها، لو حطيت كل مقادير على بعض كنت هينزل منها ميه، وانا مش عايزه ينزل منها ميه بصراحه. دلوقتي بقى هنزل بالفلفل، يعني بين كل مكون دقيقتين بالظبط، اقلب دقيقتين وبعد كده احط المكون اللي بعده. دلوقتي كده هنزل بالفلفل، كده هقلب بقى كده.
كده زي ما احنا شايفين خلاص كده تمام استوت. دلوقتي بقى هنحط معلقه ملح او حسب الملح حسب ما انتوا عايزين، او نص معلقه بس كده. بسم الله. عايزه اقول لكم بقى نكون جايبين كيلو طماطم، وطبعا هنعصرها ونحطها على البوتاجاز، بعد كده نحط عليها شويه زيت، طبعا معلقه سكر ومعلقه خل وملح وفلفل، بس هي دي اللي انا عاملاها عشان هنسقي بيها المكرونه. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده انا حضرت الطواجن اللي هعمل فيها، واحد وسط والباقي صغير كده. دلوقتي هندهنها دهنة زيت كده زي ما انتم شايفين كده. ده لسه انا حاطه الزيت، ده كله دهنته بالزيت كده زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ بقى نوزع اللحمه كده زي ما انتم شايفين. انا وزعت اللحمه. دلوقتي هنحط بقى المكرونه، ونكون مولعين الفرن على 160، لازم يبقى سخن زي ما انتم شايفين كده. هنوزع المكرونه بسم الله. المكرونه نيه زي ما انتم شايفين كده اللي احنا بنوزعها، احسن حد يعملها يسلقها، هي بتتعمل نيه زي ما انتم شايفين كده. احنا كده وزعنا المكرونه. طبعا هنسيب فراغ شويه عشان هي بتعلى طبعا لما تستوي. دلوقتي بقى هنجيب الصلصه ونغطيها بالصلصه، ونكون يعني غاليين ميه، او لو عندكم شوربه تبقى احسن طبعا بكتير، هتبقى طعمها هيفرق يعني، هتبقى طعمها حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. طبعا الصلصه اللي انا قلت لكم هتعمل ازاي كده. هنغطيها كده بس كده زي ما احنا شايفين. وزعت الصلصه عليها كلها. دلوقتي بقى لو عندك ميه مغليه عاديه حطي عليها، هنغطيها بس، او شوربه زي ما قلت لكم. انا عندي شوربه فهحطها، بيبقى طعمها بصراحه احلى بكتير زي ما انتم شايفين كده. دي الشوربه دلوقتي بقى وسخنه زي ما انتم شايفين. هو لازم تبقى سخنه، او الميه برضو اللي بتعمل بيها لازم تبقى سخنه كده. بصوا هنغطي بس المكرونه يعني، منحطش كتير، بس المكرونه تبقى باينه كده بس، ونهزها كده بس عشان الميه تنزل تحت او الشوربه تنزل تحت. وكده زي ما انتم شايفين بعد ما وزعت كل الشوربه عليه. دلوقتي اجيب ورق فويل واغطي بقى الوش وادخله الفرن كده زي ما انتم شايفين. انا غطيت الطواجن بورق الفويل وهدخلها دلوقتي الفرن. دلوقتي هدخله نص ساعة، ونص ساعة بس وهيطلع بجد جربوه تحفة. تعالوا حبايبي كده نشوف مع بعض بعد نص ساعة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك. شايفين شكله. شوفي التاني. بسم الله. اللهم بارك. ايه رأيكم بقى؟ يا ريت تجربوه بجد تحفة تحفة زي ما انتم شايفين كده. بصوا مستوية خالص اهي، عشان اللي يقول ممكن تطلع نية يعني. اهي مستوية خالص، بالهنا والشفا. وكده الطاجن بعد ما قلبناه بعد ما استوى. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. يا رب يعجبكم، يا ريت تجربوه.